بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشخص اللي قام بهذه الفعل ودنس القرآن اسمه رمزي عبشة. اسمه رمزي عبشة. اسمه رمزي عبشة، وشكينا فيه من نامس وقعدنا نتبعه في الخيط. اليوم العشية ناديناه على شيره وجبدناه وحكينا احنا وياه واعترف بكل شيء. اعترف بانه هو مثلي شاذ جنسيا، وان اثناء دراسته الجامعية تعرف على مجموعة من الملحدين، طلب الملحدين، وقنعوه ببعض الافكار المنحرفة، الافكار الالحادية، وبقي يكتم هذا الامر. ومنذ مدة تاني خطط معناه باش يثير فوضى في البلاد وباش يثير فتنة في البلاد، فاقدم على كتابة بعض الاوراق التي وجدناها في الظرف في المكتب الدعوي، ثم قام بعد ذلك واضح يا رياض. ثم قام بعد ذلك بتدنيس هذه المصاحف في 3 ولا 4 مساجد، ولحد اليوم نص النهار اخر مرة جي غادي ودخل لي المكتب طبعا وحط ورق اخرى فيها نوع من التعدي على القرآن الكريم وعلى ذات الله. الله يهديك. لما سألناه على السبب اللي يخلي انسان يتعدى على القرآن الكريم ويتعدى على ذات الله، قالنا ان الاسلام حبيت ننتقم من الاسلام وحبيت الحاب الاسلام لان يحرم الشذوذ الجنسي ولانه يمنعني من الشذوذ الجنسي. وهو نفسه اللي قام بكتابة شعارات اعتقني والى اخره في ساحة المغرب العربي. المهم طبعا هو فيد الشرطة وهي اللي باش تتصرف معاه. شكون وراه يا حمزة؟ كلموا شكون وراه. طبعا هو ذكر بعض الاسماء الذين يعرفهم هذا الملحدين والشيوعيين كذا مش موجودين في بن قردان، احنا ما نعرفهمش. طبعا هذا تحقيقات تكشف عليه. تفضل. تو برشا جيل ماشي في باله رمزي يقرا في جابس. رمزي بن سعد ولا بن صلاح؟ هذا مازال لم يتخرج، هذا انقطاع عن الدراسة، قريب 3 سنين وبطل. كلهم رمزي اللي قريب في جابس قاري في تونس. قاري في تونس. هذا رمزي بن سعد عبشي. خاطر كلهم رمزي. ثم شخص اخر يحمل نفس الاسم ونفس اللقب. رمزي بن علي. قاري في جابس مبكر يسمى ناس. وهذا طبعا صورته تنشر على الفيسبوك. صورته هو ستنشر على شبكة الانترنت. لا ما هوش نمديها برشا ناس مبكر. مجاهدون لا اله الا الله والطاغوت عدو الله طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم ياسين حسين رئيس فرقة منطقة الشرطة لهنا. لا بالله حبينا نوضحوا المسألة ساعة الأولى، حبينا بالله شوية هدوء. حبينا نشكر ساعة وخيالنا معنا الناس كلها. استنى نجي
الساعة الأولى حبينا نشكروا ونقيلنا الناس كلها على خاطر هذايا مجهود ضافرت فيه عديد الأطراف. احنا اتصلوا بنا اخواننا السلفية من النهضة وغيرها من مكونات المجتمع الكل، واضح الأمور المسلمين الكل. حابين نوضحوا المسألة اليوم كي أنا انطلق ملي وقعت الحادثة هذه، انطلقت الأبحاث وبالتنسيق مع أخواننا هذوما تم التنسيق. شكون هاكا؟ شد يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب بسم الله يا شباب الله اكبر يا شباب صوب الراجل. خلينا ننزل لك شد التولي جاء ومشي لا يهمك امشي ياسين حصلوا ان انطلقت الابحاث تم حصر الشبهه معناها في شخص. المره الاولى هذاك المره الاولى اللي جاب المعلومه كرشيد على اساس رشيد يتنقل ما بين المساجد وما الى ذلك ومجموعه من الاسماء الاخرى. ومن بعدين جاتنا المعلومه على رمزي، جاءت هذه المعلومه على رمزي وخيالنا زاد السلفيه هزوا ومعناها ونشكرهم على ان تعاملوا معه تحروا معه بطريقه حضاريه لا صار له عنف لا حد شيء. والرجل اعترف بارتكاب العمليه وارتكب العمليه بمفرده وحده معناها ما حتى حد، ورجع المساله الى اعتباراته هو شخصيه كما تو حكى الاخر عندها بهذه المساله كي يشارك هنا في مسيره اعتقني كذا حسب ما يحكي هو معناها قال عنده هيك المثليه الجنسيه معناها الذكوريه واسباب معناها كون المصحف والدين يمنع المساله هذه فهمتني. فهو معناها ضد الشريعه اللي معناها تحد من حريته الجنسيه. هذا المبعث المبدئي توا حسب تحريات مبدئيه معناها اخبر عن المساله هذه. باهي القانون خذا مجراه وتو تم نقله هو مشي معناها هزيناه الاثنين باش تواصلوا معاه الابحاث ومازالوا معناها الابحاث تو تكشف الاندراء. اما مبدئيا ما وقع في الابحاث مبدئيا تو كون المساله مرتبطه بشخصه هو وعلى تفكيره هو وعلى اعتقاده هو معناها ما فيهاش راي ابعاد اخرى كون ثم ناس دافعه وراه وما الى ذلك فهمتي. هذا من اقتناع هو الشخصي كون مثلا الشريعه هذه لا تتناسب مع حريته الشخصيه. بربي لحظه هو اللي حكى اللي حصلوه قال لك سموا معاه جماعه يعني. واحد بركي يتكلم واحد بالنسبه للبحث دقيقه هذه مجرد تحريات خفهمك هذه الوضعيه هذه تو مجرد تحريات. احنا عندنا بالخاطر كي جيتوا غادي قدام المنطقه قلنا لكم تعالوا جاي للجامعه باش نكونوا عند كلمتنا. جيت عطيتكم البسطة أولية على المسألة لكن أرى البحث المعمق بلا ينتظرني لحظة بلا هذه أقواله هو لا البحث المعمق اللي ينجم يجلب أطراف مازال هذاك ما تخدمش. لذلك قلت لك كما قلنا لكم يجوا لله رانا باش نجيو ونعطيكم المعطيات وما إلى ذلك. أنا جينا ناخذ خاطر الخيانة واحدة. أما البحث المعمق مازال يحاول لا يكشف كان ثم حاجة ولا لا متوصلة. حاجة أخرى بالله نطالب تنزيل أشد العقوبات بالنسبة الإعدام واضح هو القضاء والقضاء والصحة في وقت ضد الثورة
قضاء مستقل ما عندناش تأثيرات على المؤسسة القضائية. نفس اللقب هما بعض نجار خطير رمزي بابا نجار بالله لحظة يا جماعة بالله. احد اقارب معنا ولد عمنا حاب يشرح لكم الوضعية باش يبين شكون الشخص المعني بالضبط. بالله لحظة. السلام عليكم. السلام عليكم. راهو ماهوش رمزي اللي قريب في قابس، راهو رمزي اللي قريب في قابس خطيه بعث انا يخدم معايا لبرا تو. راهو رمزي اخر ماهوش اللي باباه نجار. ايوه راس يدير قدوه هبطت. بالله نطلبوا منكم حاجة. المسألة تو تكفلت بها سلطات الدولة وتكفل بها القضاء واضح الامور، وباش تاخذوا مجراها في السلك الاعلامي. لذلك ما نحبوهاش اجتماعيا، احنا رانا اجتماعيا معتمدين بن وخلينا الناس كلها مترابطة. العائلة هذه زاد معناها كان الشخص هذا يراه هو عبر كان على نفسه مش على العائلة. لذلك ما نحبوش تكون عنده حتى ابعاد اجتماعية اخرى وما الى ذلك. واضح الامور. بارك الله فيكم، احسنتم.